يرفع رأس مصر في كرة القدم إلا الأهلي. هذه حقيقة يجب أن نقف أمامها، حتى ولو تجاهلها السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي لم يكلف نفسه عناء الذهاب مرة لتوديع الفريق أو الاتصال به لمتابعته أو لتهنئته وشحذ همته بعد المباراة العظيمة اللي قدمها بالأمس أمام فريق كبير زي إنتر ميامي. وزير الشباب والرياضة الذي لا يحب إدارة الأهلي لا يفرق بين المواقف الشخصية والمواقف الوطنية. وزير الشباب والرياضة يتخذ موقفا من إدارة الأهلي لأنه لا يحب الخطيب. أنت موظف يا سيادة الوزير، أنت موظف في هذه الدولة، أنت تمثل الحكومة المصرية. أنت كنت بتقابل ناس واخدة ميدالية وجاية، أنت كنت بتدور على أي فرقة تجاملها وتهنيها لأنها حققت إنجاز. عندك فريق لأول مرة في تاريخ الكرة في العالم يشارك في بطولة هي الأولى من نوعها في العالم، هو الذي يمثل مصر ويرفع علم مصر. هناك 32 دولة على مستوى العالم، انت موجود وليفربول مش موجود، انت موجود وفرق عظيمة كبيرة مش موجودة، انت موجود ريال مدريد موجود. انت كنت بتلعب قدام ميسي امبارح، ميسي راح سلم على محمد الشناوي وقلع التيشيرت بتاعه وتبادلوا معاه لأنه شاف حارس عظيم. يا سيادة الوزير اعمل شغلك، وشغلك أن تتابع فريق مصري في بلد بعيد رافع علم مصر. لكن عدم الفصل ما بين الانتماء وما بين الخلافات الشخصية هذا أسلوب لا يليق بوزير الشباب والرياضة المصري أبدا.